احنا عندنا القانون ايه؟ القانون بيقول لي ان ساين 2 اكس بيساوي 2 ساين اكس كوساين اكس. كوساين ايه اكس؟ هنا في القانون حاجات. اولا دي 2 اكس، يعني دي الزاوية ديت. الزاوية ديت ضعف الزاوية اللي هناك، ضعف دي وضعف دي. دي اول ملحوظة. الملحوظة التانية ان هنا 2 ثابتة، دايما ثابتة. طب الكلام ده متعلق ب 2 اكس بس؟ لا، يعني انا ممكن اقيس عليه مثلا لو جالي في الامتحان مثلا زاوية زي كده مثلا. جاني حاجة زي كده 2 ساين 2 اكس كوساين 2 اكس، وعايزني اكامل. مفيش تكامل لحاصل ضرب نسبتين مثلثيتين، مفيش قانون يديني تكامل دي. فهحولها لصيغة الساين، هحولها لصيغة الايه الساين. هنا 2 ساين كوساين 2، هنا 2 دي ثابتة اهي، لازم يكون هنا 2. طب بس دي 2 دي كانت واحد، خلاص يبقى هنا دي كانت 2 دي كانت واحد، يبقى دي 2 يبقى هنا 4، يبقى هنكتب بس هنا ساين 4 اكس. ساين 4 ايه اكس. تمام. يعني معنى الكلام ده ايه؟ لو جاني في الامتحان وقال لي كام 2 ساين 2 اكس كوساين 2 اكس، اكمل ديت ازاي؟ الاول ما ينفعش اكون عارف ان ما ينفعش اكامل ساين في كوساين، مفيش لحد دلوقتي على الاقل. فيبقى هشتغل بالقانون ده اهو. يبقى 2 ساين 2 اكس كوساين 2 اكس، اشيل ايه؟ اشيلها واكتب بدلها ساين 4 اكس. يبقى ساين 4 اكس. يبقى ما يبقى هنا 2، خد بالك. اما يبقى هنا 2، هنا 2 اكس وهنا 2 اكس وهنا ساين وهنا كوساين وهنا 2. طبعا يبقى على طول، يبقى على طول ساين ضعف دي على طول، ساين ضعف القيمة اللي هنا دي. يبقى تكامل ساين 4 اكس بالنسبة لاكس، وتبدأ تكامل التكامل الطبيعي العادي. ها، يلا كامل يا لؤي. هم. كامل ديت، يلا هات لي تكامل ساين 4 اكس. طبعا انت الحاجات دي كويس فيها، حافظ القوانين، شغال عليها من شوية. هم. آه، سالب كوساين ايوه. سالب 4 إكس 4 اكس. ايوه. على 4 على 4 زائد الثابت. زائد ثابت التكامل. احسن الله اليك. تمام. زائد ثابت التكامل. طيب، ممكن بقى تظبطها، لو عايز تظبطها اظبطها، عايز تسيبها كده 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 كويسه تمام كده انت كملت. لو سؤال مقالي كده هتاخد درجة نهائية، بس اختياري بقى ممكن يجيب لك الصيغة ديت في الاختيارات، أو دي تبقى أنت بس إيه متعود عليهم الاتنين وخلاص. طيب خد بقى دي كمان أنت اللي هتحل. عايزين تكامل 2 ساين 8 إكس كوساين 8 إكس بالنسبة لإكس. يلا، دي مسألة تكامل كاملة هي أنت هتحلها. يلا نعمل إزاي؟ ألاقي برضو مشكلة الساين كوساين يعني ضرب. ها، أعمل إزاي؟ أيوه، أجيبها بدلالة الإيه؟ ها، اجيبها بدلالة الصيد. اما احب اطبق القانون اعمل ازاي؟ هو القانون الاساسي اهو، القانون الاساسي اهو. القانون الاساسي بيقول لك اما يبقى هنا واحد وهنا واحد يبقى هنا اتنين. هنا اتنين دي ثابت عموما، لو هنا حتى مليون، لو هنا مليون اكس وهنا مليون اكس وهنا اتنين، دي اتنين. انما دي ايه؟ واحد اكس وواحد اكس اجمعهم يبقوا اتنين اكس. فيبقى هنا هنحط كام؟ هم. يبقى دي تعتبر تكامل كام يا لؤي؟ هم؟ آه، هتبقى ساين ايه؟ ساين 16 إكس. تمام ممتاز، ساين 16 اكس دي اكس. حلو خالص. يلا كامل يا بطل الابطال، ما شاء الله عليك اهو. أستاذ 16 مو 6.
ماشي حلو. ايوه خلي بالك من الحاجات دي. ماشي يا لؤي. آه، يساوي تكامل الساين. وإيه، 2 ساين. ايه؟ 2 ساين لا ما فيش اتنين، لا. ده الاتنين دي فعلا القانون الاتنين دي بتبقى مع دول. اه بص، احنا لو كتبنا 2 ساين 2 اكس كوساين 2 اكس بقت ساين 4 اكس. ساين، انت واخد بالك ازاي؟ ساين 4 اكس هي الاتنين دي، خلاص الاتنين دي خلاص هنا معناها ان مفيش اتنينات هنا. ده هما بس اللي بيتضاعفوا. 2 في 8 في 16 اكس وخلاص. فاهمني؟ كامل بقى يلا. آه. ايوه. آه. سالب كوساين. ايوه. سالب كوساين 16 إكس ايوه. على 16 تمام. زائد الثابت. ايوه احسن الله اليك، ممتاز. نقدر فيها -1 على 16 ايوه. كوساين 16 إكس ما شاء زائد الله. الثابت. تمام، بارك الله فيك واحسن اليك. كده دي كده تمام. طب اقول لك بقى على حاجه، هجيب لك مشكله اكبر. واحده ومش مشكله ولا غيره، يعني مفيش مشاكل، خد بالك يعني احنا مش بنجر شكل ولا حاجه. بص هات لي بقى تكامل. هات لي تكامل ايه؟ تكامل ساين 3 اكس كوساين 3 اكس بالنسبه لاكس. الحل. يلا يا بطل. يلا يلا لو اي. آه، نعمل ايه؟ هو ايه الاختلاف هنا في المساله دي عن المساله اللي فوق؟ ايه اللي ناقص؟ ما في 2 قبل الساين. حلو خالص. انت كده فاهمني خالص اهو. لازم الاتنين دي، طب مش موجود احطها. ينفع؟ ما ينفعش احطها من عندي، احطها هضرب في نص. كأني ما اضفتش، كأني ما حطيتهاش، عشان النص في اتنين يروح مع بعض. كأنك ما حطيتش حاجة. لكن انت حطيتها عشان تظبط لك العمل. يبقى ايه؟ يبقى 2 ساين 3 اكس كوساين 3 اكس بالنسبة لاكس. يبقى احنا ظبطنا الشغل بايه؟ حطينا الاتنين ديت بس دفعنا تمنها نص، عشان يبقى احنا ضربنا اتنين وقسمنا على اتنين، يبقى كده ما اضفناش حاجة. بس في الواقع احنا ظبطنا الدنيا اهو. يبقى النص ده طبيعي بطبيعة الحال مش داخل معاه في التكامل اهو. وديت هتبقى تكامل ايه؟ ها. تبقى ايوه. لا، تبقى ساين ايوه. 6 إكس ممتاز، ايوه كده، ايوه كده، ما شاء الله عليك. تمام. بالنسبة لاكس يلا. كامل يا بقى. يبقى يلا معنا بس. خطوة التكامل يا بطل يلا. يلا لو اي. ها طبعا النص ده ما ننساهوش، هو ننساه. ها ساين 6 اكس تكاملها كام؟ سالب كوساين 6 إكس ايوه. على 6 ايوه. زائد الثابت. ماشي ونقدر حلو. نكتب كده حلو خالص. كده فاضل ايه هنا بقى؟ طبعا بسط المقام، وهنا بسط المقام، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يعني مثلا نخليها ايه، او نخلي الواحد اهو على 6 اهو، والسالب يجي هنا اهو. تمام، يبقى سالب سدس كوساين 6 اكس زائد ثابت التكامل. يبقى الفكرة ديت انت خلاص اتدربت عليها يا محمد، يا لؤي. القانون ده انت اتدربت عليه، واتدربت على اشكاله المختلفة. واتدربت على اشكاله الايه؟ المختلف. اي حاجة بعد كده هيجيبها في هذا القبيل انت خلاص تمام. تمام. أيوة. تعالى بقى ندخل في التمارين. انت حليت حاجة ولا مش موجود؟ أيوة أستاذ. طيب. إيه لو انت. طب ماشي، انا نحل وانت برضو، انا. اعتمادي كله عليك. احنا طبعا كنا حللنا مع بعض لحد رقم 15.
تعالى بقى ناخد رقم 16، وانت طبعا بما انك حليت هتقول لي انت حليت ايه عشان ما نضيعش الوقت، بس عشان ننجز اكبر كم ممكن من الانجاز مع بعض. ادي رقم 16، وكمان ايه، وكمان 17. طلعهم بس عشان الشغل على طول. و19، وايه، وناخد 20 بالمرة، و21. يلا ماشي، يلا بينا على رقم 16. ايوه رقم 16 ديت، يلا. م. نعملها ازاي دي قدامك اهي؟ ايوه لا ايوه، رقم 16. 16 يكون آه ثلاث ثلاثتان. اه يبقى سالب بره، خد بالك في سالب بره ما نساهوش. تمام. وسيك تربيع تان، احسن الله، برافو عليك. تان، تان ايه؟ 3 إكس. 3 اكس. حلو خالص. ايوه على كام؟ أستاذ، الثلاثة اللي قبل السك ما نكتبها؟ لا ده التلاتة هنكتبها، انا ما كتبتهاش ازاي، انا لسه هيت. ده لازم تنكتب، ده لازم. ماشي. على كام يا بطل الابطال؟ على 3 على 3. ايوه. زائد زائد 1. ثابت التكامل. ماشي نكمل. طبعا هنا عندي ايه؟ ديت اتفضل مع دي. -3 مع 3 اه. يبقى -1. تان لا، -3 إكس زائد زائد السي. ممتاز يا 6. بطل الابطال، حلو، انت حليتها كده عندك. أيوه. 10/10. ايه رأيك النهارده الدوال المثلثية ماشية كويسة مظبوط ولا ايه؟ كويس. ولسه كمان لسه ما تحل مع نفسك الواجب ونخلص الحصة تلاقي الدنيا تمام. ماشي يا بطل، الدنيا نشتغل فيها ازاي؟ تكون -8. -8 ساين. ايوه اكس. آه، دي ملهاش مقام، عشان مقامها واحد مش لازم مقام. تمام. مم. ماشي. طب آه، وده هي؟ تكون تكون -7. ايوه. -7. آه، ايوه. سالب كوساين إكس. اه في سالب كوساين اكس. ايوه. زائد الايه؟ زائد الثابت. الثابت. وهنا يبقى سالب 8 ساين اكس. السالب في سالب بموجب 7 كوساين اكس زائد الثابت. تمام يا بطل الأبطال. طيب دي خلاص رقم 18. 18 فين؟ 18 كنا جبناها، 18 في الحلقة برضه اهي. ادي 18. ايوه ايوه. 18 نشتغل فيها ازاي؟ يلا. انت كنت حليت لحد رقم كام؟ مم. كنت حليت آه، ماشي موجود آه، يعني. ايه. لم لو 20. تمام ماشي يا بطل، اه يلا. هذا تكون 9. ولا نكتبها عايز تكتب السالب بره يعني؟ أيوة، -9 كوساين. تمام كده، يبقى انت وفرت على نفسك. كوساين. كوساين إكس ايوه. زائد 8 ساين إكس. زائد الثابت.
زائد ثابت. تمام، ندخل 19. أيوة بطل. مم. أيوة، لا أي. من اللي هو ساين إكس. ماشي. ساين إكس. أيوة. ناقص 3 إكس. أيوة. إكس أس 3 أيوة. على 3. على 3. ماشي. زائد زائد الثابت. ثابت. حلو آه، خالص. نقدر نكتبها ساين إكس ناقص أيوة. إكس 3 إكس أس 3 زائد الثابت. ساين إكس بس إكس أس 3 زائد الثابت. أحسن الله إليك. ما شاء الله عليك، حلو خالص. طيب، ندخل بقى على يدي رقم 19. من رقم 20. أدي 20. خليها هنا 20 و21. ماشي يا بطل، ده رقم 20. حلها ازاي؟ أيوة. 3 كوساين تربيع. ما عنديش قانون الكوساين تربيع. ما عنديش قانون الكوساين تربيع، بس أنا الأول آخد التلاتة ده عامل مشترك. ويلفت نظري إيه؟ يلفت نظري إن دي كوساين تربيع ودي ساين تربيع. ويلفت نظري إن دي تلاتة ودي تلاتة. أنا ممكن آخد التلاتة عامل مشترك وأخرجه خارج التكامل، مفيش مشاكل. يبقى كوساين تربيع سيتا ناقص ساين تربيع سيتا. خد بالك بقى، دول لهم قانون مهم جدا في غاية الأهمية وفي غاية الشهرة. أما تلاقي كوساين تربيع ناقص ساين تربيع، تاخد بالك من اللي هكتبه ده أهو وتحفظه، لأن ده قانون جديد في حساب المثلثات، زي القانون اللي إحنا خدناه من شوية واتدربنا عليه. وإن شاء الله بعد ما ناخد ده هنتدرب عليه برضه، يعني إحنا بعد ما ناخد ده هنتدرب عليه أيضا. يعني اللي هو إيه؟ القانون أهو، خد بالك اكتبه لك بالأحمر، هو مهم جدا. مهم جدا تكون عارف إن كوساين 2، إحنا القانون اللي فات اللي هو كان ساين 2 إكس بيساوي إيه؟ بيساوي 2 ساين إكس كوساين إكس. خد بالك النهارده بقى، ده ساين 2 إكس، ده بقى كوساين 2 إكس. كوساين 2 إكس ليه 3 قوانين. يا سلام. بيحلوا 3 مشاكل كبيرة عندك في التكامل. يبقى كوساين ده أهتم بيه ليه؟ كوساين 2 إكس ليه 3 قوانين، ليه 3 صيغ في التكامل، 3 صيغ في غاية الأهمية. بيحل لي مشكلة كوساين 2 إكس. أحطه مكان إيه؟ مكان دي. مكان إيه؟ كوساين تربيع إكس ناقص ساين تربيع إكس. تمام؟ يبقى المشكلة دي اتحلت. طب بالمرة نكتب باقي القوانين. بيساوي إيه تاني؟ لا بلاش. هجيبها لك لا، مش هكتب لك إيه هو، عشان القانون التاني مش هيفيدك. لكن هجيب لك اللي يفيدك منه، هجيب لك اللي يفيدك منه دلوقتي إن شاء الله. خليك معايا عشان خاطر إيه؟ ما نغلطكش. تعالى بقى يا بطل الأبطال. يبقى أنا بالنسبة للقانون ده إحنا عرفنا إحنا هنعمل إيه. يبقى أول ما ألاقي ديت عندي حصريا أهو 3 في تكامل. كوساين تربيع ناقص ساين تربيع لازم أشيلها وأكتب بدالها إيه؟ وأكتب بدالها دي. كوساين 2 سيتا كوساين 2 إكس. يبقى هنا هكتب هنا كوساين 2 إكس بالنسبة لإكس. ويلا كامل يا محمد. يا لؤي. يلا ادخل على التكامل. ادخل على التكامل. ها. ساين 2 إكس. إيه؟ ساين 2 إكس نكتب التلاتة الأول. ماشي. في ساين 2 إكس. أيوه. على 2. على 2 زائد الثابت. صح. أيوه. اللي هي بتساوي 3/2 ساين 2 في إكس ساين 2 إكس زائد زائد الثابت. الثابت.
يبقى الجديد في المسألة ديت ايه؟ القانون ده بتاع حساب مثلثات انت واخده زمان. طب في قانونين مهمين. لو لقيت مسألة فيها ساين تربيع لوحدها كده، وانا ما عنديش مشتقة لساين تربيع، ما عنديش قصدي حاجة تكمل لي ساين تربيع. تمام. فساين تربيع تساوي ايه؟ هتعوض عنها بايه؟ بواحد ناقص. خد بالك. بس خد بالك انا لسه اللي هو القانون ايه؟ القانون اصلا ان 2 ساين تربيع، 2 ساين تربيع بيساوي ايه؟ واحد ناقص كوساين 2 اكس. تمام. طب هي لو ساين بس، يبقى هنقسم على 2. يبقى هنقسم على ايه؟ يبقى هنقسم على، يعني نعمل دي نص ونعمل هنا نص عشان بس ابسط لك الموضوع يبقى تحفظه بسهولة اهو. يبقى الساين دي هتبقى ايه؟ يبقى ساين تربيع لو جات لي مسألة فيها ساين تربيع عايز اكملها ساين لوحدها. انما كوساين ناقص ساين خلاص الدنيا كده تمام. يبقى دي واحد على 2 ناقص واحد على 2 كوساين 2 اكس. يبقى الكلام ده لو مسألة فيها ساين تربيع، دي القوانين القوانين دي كلها تنحفظ. إضافة يعني، لا دي إضافة، دي مش قوانين تكامل. بس زي هنا مثلا لو جاتني دي في التكامل ما اعرفش اكملها كده اصلا، بقى اضيفها بشتغل عليها كده. طب لو جاتني بقى مسألة فيها ساين بس، ساين تربيع بس، يبقى هحط مكانها دول. طب ما مسألة فيها كوساين تربيع بس، خد بالك انت ما عندكش كوساين تربيع خالص، ما عندكش قانون فيه كوساين تربيع خالص. تمام. كوساين تربيع بس يبقى ايه؟ يبقى هتعوض عنه بايه؟ بنص كوساين 2 اكس ناقص واحد. بس ايه؟ واحد. تمام يا بطل ولا ايه؟ لا خلي دي زائد واحد، خلي دي زائد ايه؟ واحد. يعني بص اقول لك على حاجه عشان تبقى سهله زي القانون اللي فوق. تعملها بص، اخليها لك بالصيغه تبقى نص. زي دي ما هي نص، دي نص. زائد كده افضل نص كوساين 2 اكس. تشوف تشابه القانونين تلاقي الدنيا سهله عليك. دي نص دي نص، دي نص كوساين 2 اكس، دي نص كوساين 2 اكس. طب يبقى مع الساين تربيع تبقى نص ناقص نص كوساين 2 اكس. مع الكوساين تربيع يبقى نص زائد نص كوساين 2 اكس وتكامل. طب يلا اديك مسألة بقى على دي. نسيبك بقى من نحل أول رقم 20. رقم 20 هي أهو. رقم 20. رقم إيه؟ 20. بيقول لي تكامل واحد ناقص 4 ساين إيه ديت. نكملها إزاي؟ مم. أيوه. خد برضو عندك، ممكن سنين. ناخد قانونين كمان. ما كنت مش عايز أكتر قوانين. إن ممكن أقول له إن كوساين إن لا، ما هو إحنا خدناهم أهم أساسا. أهو موجودين اهو. عندك ساين تربيع اكس اهو. تمام. بس اكمل لك قوانين الكوساين الاول عشان انا محتاجها دي. احنا قلنا الكوساين 2 اكس بتساوي ثلاث حاجات، انا حاجه منهم. وكوساين 2 اكس كمان ممكن نعوض عنها بايه؟ كوساين 2 اكس ممكن اعوض عنها ب 2 كوساين تربيع اكس ناقص واحد. وكوساين 2 اكس لها صيغه تانية اهي، كوساين 2 اكس لها صيغه تانية اهي، اللي هي واحد ناقص 2 ساين تربيع اكس. انا عارف الموضوع فيه قوانين كتير بس انت لازم تحفظه. معلش ليه؟ لان انا كنت عايز اسيب لك دول دلوقتي، لقيتهم هم هيجوا هتحتاجهم في المسألة دي اهو. ماشي، هتحتاجهم في المسألة دي. فدلوقتي المسألة دي انا ممكن هنا اخد اتنين عامل مشترك عشان دي اتنين ودي اتنين. بقى هنا واحد ناقص ساين تربيع اكس. طب خد بالك شوف، واحد ناقص اتنين ساين تربيع اكس، واحد ناقص اتنين. ما احنا لما خدنا عامل مشترك خد بالك عملنا ايه؟ بنقسم عليه.
عايزك تبص للمقدار دوت كده يا لؤي. احنا خدنا دي اتنين ودي أربعة. فاتنين أوكي. وأربعة ممكن ناخد اتنين عامل مشترك، خدنا اتنين يبقى اتنين على اتنين فيها الواحد ناقص 4 سنتر بي إكس على اتنين فيها اتنين، يبقى 4 على 2 فيها الاتنين والسنتر بي تنزل. طيب هل من قانون؟ اه القانون اهو. ممكن احل لو انا حافظ الصيغة ده اهي ديت، اعوض على طول. طب لو مش حافظ الصيغة ده اهي، لو انا للأسف مش حافظ ديت وحافظ ديت، يبقى هشيل الساين ده اهي واحط ده ده وهدخل في متاهه. فانا كده حافظ اهو ان خد بالك القوانين دي سهله في الحفظ، هي كتير بس عيبها انها كتير. يعني شوف دول متشابهين، خد بالك احنا ده خلاص حفظناه. كوساين 2 اكس اللي هو كوساين تربيع اكس ناقص سين تربيع اكس حفظناه. طب ده كوساين 2 اكس 2 كوساين تربيع اكس ناقص واحد. طب بدلهم مع الساين بس، خلي الواحد ناقص 2 سين لما ايه، لما تجيب كوساين 2 اكس مع الساين يبقى واحد ناقص سين تربيع اكس. تمشي معاك واحدة واحدة، لأن القوانين بتاعت التفاضل وبتاعت التكامل عموما هتاخد شوية وقت في إن أنت إيه تحفظهم كلك في دماغك. بس المهم أنت وأنت بتحل تفتح صفحة القانون قدامك، أنت تختار القانون اللي يعجبك. مع التكرار هتلاقي الدنيا تمام، واللي مش هتحفظه النهاردة تحفظه لوحدك بعد شهر. وأنت بتحل مسألة وأنت بتاخد امتحان، هتبص تلاقيك بتراجع بتحل بتحفظ تمام. المهم تعرف إزاي دلوقتي تطبق وتفكر في المسائل. ماشي يا لؤي، يبقى إحنا مش هنخاف من حاجة خالص. أهو اللي عملنا إيه بس يلا بينا نكمل. يبقى انا دلوقتي او اتنين اهي في تكامل، هشيل ديت كلها واحل ايه ديت اهو. واحد ناقص اتنين ساين تربيع اكس، يعني اشيلها واكتب بدالها ايه كوساين اتنين اكس وخلاص. كوساين اتنين اكس وكامل بالنسبة لاكس، يبقى انا شلت دولي لان عندي القانون هو بيقول لي ان هم دولي، يبقى اشيلهم وحط بدالها كوساين اتنين اكس لان من كوساين تربيع ملهاش تكامل. يلا كامل يا لؤي، كامل ديت يلا. اتنين ده عادي كامل، يلا ايه كوساين اتنين اكس يلا. مم. يلا كوساين 2 اكس. المسألة بقت مسألة عادية يعني، الموضوع بقى عادي. كوساين 2 اكس تكامل الكوساين بكام؟ ساين 2 إكس. ايوه تمام. ساين 2 إكس على 2. ايوه على 2 زائد الثابت. تمام، وبعد كده نرجع نعمل ايه؟ نرجع نعمل له اهو، زيرو يبقى ساين ساين 2 اكس زائد الثابت. احنا بس عشان نحصر الصعوبات، بصراحة هو مفيش صعوبات، هو في قوانين كتير بس. هو مفيش قوانين كتير بس، يبقى الصعوبة تكمن في إيه؟ في إن أنا أحفظ القوانين كتير وأحفظها ببعضها أسلمها لبعضها يعني. ده أنا شايف إن أنت حافظه النهاردة تمام وعرفت إزاي تطبقه، وده كمان وده كمان. يبقى ده همت اللي أنت طبقت عليه، بس لما تقعد معاهم مسافة كبيرة هتبص إيه في تشابه. على كوسين كوسين دي اتنين كوسين تربيع، طب ما دي اتنين سين تربيع بس دي ناقص واحد. لا ده واحد ناقص سين تربيع، بينما الاقي ديت مباشر زي ما هي عندي كده في المسألة يا لؤي اهي. واحد ناقص اتنين سين تربيع تفكرني بالقانون على طول. واحد ناقص اتنين سين تربيع يبقى كوسين اتنين سيتا اهو، او كوسين اتنين اكس. طب لو لقيتها كوسين تربيع اكس، انا ما عنديش قانون الكوسين، لو فيها ناقص واحد يبقى هي كوسين اتنين سيتا. طب لو جاب لك دي لوحدها يا لؤي، يعني لو جاب لك مسألة كده اهو، بص احنا دلوقتي ايه، خد المسألة دي من عندي برضو عشان اعرفك ازاي تتعامل مع كل القوانين. لو قال لك مثلا اوجد تكامل ايه، تكامل مثلا 3 في سين تربيع، 3 في سين تربيع مثلا اكس دي اكس. يلا نعمل ازاي؟ ايوه لو اهي نعمل ازاي؟ مفيش حاجة اسمها ضيف هنا واحد واقسم على الأس الجديد مع النسب المثلثية خالص. لا ده السين لا قانون والكوسين لا قانون والسيك لا قانون والسيك تربيع لا قانون. طب سين تربيع ملهاش قانون. لو بصيت في القوانين اللي احنا خدناها النهارده كلها 13 قانون، او القوانين كلها اللي احنا خدناها مفيش حاجة اسمها سين تربيع ولا كوسين تربيع.
اه يبقى انا مديك ده همت ليه؟ عشان يحل لك المشكله دي. يبقى ساين تربيع لوحدها كده بقى هنخليها، يبقى احنا هنشيل اهو. يبقى احنا نحفظ الصيغه دي، يبقى دي هتساوي تكامل. خد ارمي الثلاثه دي بره، وساين تربيع دي تشيلها واكتب بدالها القيمه اللي قدامك ده اهي، اللي انت بقى حضرتك لازم تحفظها اهو. نص ناقص نص كوساين 2 اكس. وطبعا انا ممكن اقول لك ما تحفظهاش، استنتجها من اهو، بس هدخلك في متاهه هتقعد تستنتج فيها ساعه. فيبقى انا احفظ القانون احسن. يعني هي انت ممكن ما تحفظهاش، بس هتاخد منك ساعة قبل ما تحل المسألة، نص ساعة، ربع ساعة استنتاج. فكده بتوفر على نفسك وقت، وهي سهلة في الحفظ. يبقى كوسين تربيع نص ناقص نص كوسين 2 سيتا. طب لو بص خد بالك، سين تربيع نص ناقص نص كوسين 2 اكس. طب لو هي كوسين تربيع زيها بالظبط بس ده زائد اهو. لذلك انا بقول لك القوانين دي سهلة في الحفظ. القوانين دي سهلة في الايه؟ في الحفظ جدا، فما تخافش منها. لذلك ايه مثلا انا يعني القانون ده اهو، دولي يعتبروا حاجة واحدة. دولي يعتبروا حاجة واحدة في تقارب. التقارب ده سهل عليك الحفظ، دولي يعتبروا حاجة واحدة. ليه؟ في تقارب، التقارب ده بيسهل عليك الحفظ. طبعا ده حاجة خاصة بالصين، وده أصبح بالنسبة لك سهل. وده برضو خاص بالكوساين، ده إيه برضو؟ إيه, ليه صيغة سهلة برضو، كوسين تربيع ناقص سين تربيع كوسين 2 6، ما فيش أي مشاكل. يبقى إحنا مجالي سين تربيع، شلت سين تربيع وحطيت القيمة اللي إحنا حافظينها اللي هي نص ناقص نص كوسين 2 إكس. تمام، ونبدأ نكمل. نبدأ إيه نكمل. طبعا نخلي التلاتة اللي هي بره تنضرب في كل التكاملات بعدين. تكامل النص كام يا لؤي؟ تكامل النص، تكامل النص نص إكس. زي ما أقول لك تكامل اتنين، تكامل اتنين تقول لي 2 إكس، صح ولا لأ؟ لأن النص ثابت. آه. اه النص ثابت، عدد ثابت، خلاص أضيف له إكس وخلاص. طيب ناقص النص ده ملوش دعوة، النص ده ينزل ثابت، النص ده ينزل ثابت. طب امال التلاتة دي بتعمل إيه؟ التلاتة دي بره هنضربها بعدين، مش شغلانة خالص. النص ده اهو. حلو. وكان ممكن ناخد النص ده عامل مشترك من الاول قبل التكامل خالص، بس انا مش عايز اقعد بقى اعمل ايه قصة كل شوية اخد عامل مشترك، لا كده ما فيش مشاكل. يلا. يبقى كوساين 2 اكس تكاملها بكام؟ تكامل كوساين، نفس اللي هو تكامل ساين كوساين 2 إكس. بساين مش بسالب ساين، يبقى تكامل كوساين بساين عادي. يبقى ساين. طب كوساين 2 اكس تكاملها بكام؟ ساين 2 إكس على 2. على 2. تمام. طيب بس. واقفل القوس واكتب ثابت التكامل بره عشان ما اضربوش في ثوابت ولا يشغلني. فاهمني؟ ثابت التكامل ده كده كده بره اي قوس. وتبدا بقى ايه تكمل اختصاراتك يا بطل. بس كده الدنيا. شفت ازاي؟ شفت اما حفظت القانون سهل عليك ازاي؟ ساين تربيع بس كل أستاذ. ما هنالك ان انا حطيت مكانها القيمه ده بس وخلاص. وكمل. أستاذ. ايوه قالوا ايوه. لسه النص ثانية ثابتة مات. تقول ايه؟ لسه النص الثانية ثابتة. مش فاهم. النص ده يعني؟ أنا. أيوه. لا ده النص ده معامل الكوساين محطوط ملوش دعوه بحاجه، لسه هينضرب في المقام. انما ده اللي كملنا، ده الثابت اهو كملناها اهو. ده مش هيتكمل، ده مش ثابت، ده معامل الكوساين يعني مفيش هنا زائد ولا ناقص. فاهمني؟ آه. أيوه. ايوه. يبقى كده انت خلصت، بس ممكن تسيبها كده، ممكن تضرب التلاتة في نص بتلاتة على 2 اكس. طيب وممكن ايه تقول له زائد ولا هي ناقص؟ تلاتة في نص بتلاتة على 2 ساين 2 اكس زائد ثابت التكامل، بس كده بقى. فاهمني ولا ايه؟ أيوه أستاذ. تمام. وهحلها لك كمان مرة بس بطريقة تانية، بس بنفس القانون. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ التلاتة اهو. ساين تربيع دي بكام؟ ساين تربيع دي اهيت قدامنا اهيت. ساين تربيع بنص ناقص كوزين 2 اكس. شوف الاتنين زي بعض بالظبط، اشاره واحده يعني ما تعتبرهمش قانونين. يبقى ايه؟ يبقى نص ناقص نص كوساين 2 اكس.
ده كله هنكمله بالنسبة لإكس. خلاص ممكن نضرب التلاتة في القوس، يلا. يبقى تساوي ونوزع، يبقى تكامل 3/2 دي إكس. يلا نوزع التكامل. ناقص التلاتة في نص بتلاتة برضو على 2 كوساين 2 إكس دي إكس. يلا كمل أهو كده، أظن ممكن تكون أسهل شوية. طبعا أنا وزعت، حطيت لك تكامل، بحط هنا برضو رمز التكامل. ها، كمل يلا. 3/2 ثابت، يبقى تكاملها إيه؟ 3/2 إكس. خد بالك نفس الناتج اللي حلناه الآخر، لأن إحنا كنا حاطين لنا 3 وهنا نص، فبقى 3/2 والنص بقى نص إكس، وضربناه في 3 بقى 3 إكس لو تفتكر الكلام. ناقص إيه؟ 3/2. وهكمل الكوساين بكام؟ طبعا أنت عارف دي، أنت قايلها المرة اللي فاتت، بساين 2 إكس على الاتنين أهي. حلو. على الإيه؟ أيوة. على 2 زائد الإيه؟ زائد ثابت التكامل، زائد ثابت الإيه؟ التكامل. تمام. أيوة. تمام، يبقى بس كده خلاص. هنضرب بقى 3/2 اهي إكس، ناقص اضرب طبعا فوق 3 ساين 2 إكس على 2 في 2 ب4، أو تخليها يعني ممكن تخليها هنا أو ممكن تخليها هنا وخلاص. تمام يا رؤية ولا إيه؟ زائد تمام أستاذ. الأربعة، لا زائد ثابت التكامل. ده كل الإيه الموضوع. تمام. تمام أستاذ. ماشي بقى. ده الموضوع باختصار. نكمل برضه نشوف إيه. نشوف بقى إحنا إيه. هنا مثلا استعمل الشقيق للتحقق من صيغة الإيه التكامل. نشوف ديت، نشوف رقم 22 ديت. بقول لي استعمل الشقاق للتحقق من صيغة التكامل. يبقى المفروض ان احنا نشتق مين؟ نشتق ده ولا نشتق ده؟ آه. نص. المفروض ان احنا نشتق دي. المفروض ان احنا نشتق ايه؟ المفروض نجيب له دي اكس لنص ايه؟ لنص ايه اس 2 اكس زائد الثابت. صح ولا لا؟ أيوة. طيب، مشتقة 2 ايه؟ مشتقة ايه؟ 2 اس ايه اكس بكام؟ مشتقة 2 اس ايه اكس بكام يا بطل الابطال؟ مشتقة اي اس 2 اكس بكام؟ ايوه، هتجيب المشتقة اللي هنا اهو. المشتقة ديت خد بالك عشان تبقى واخد بالك، تفتكر القانون. انت هتشتق اللي فوق، تضرب في المشتقة، هي هتبقى ايه؟ هتبقى النص، وده ثابت، ده موجود معامل، مش شاغلنا في ايه. في مشتقة الأس اللي هي 2، ومشتقة الأس اللي هي 2 في الدالة الأسية نفسها اللي هي 2 أس إكس، زائد مشتقة الثابت بصفر، زائد مشتقة الثابت بإيه؟ أنت دلوقتي بتشتق مش بتكامل. طبعا انت عندك 2 هتروح مع الايه؟ مع الاتنين. يبقى الموضوع كله يبقى كام؟ يبقى ايه اس 2 اكس بس، اللي هو ده اهو. يبقى التكامل صحيح، يبقى التكامل ايه؟ مظبوط. يبقى تكامل ديت هيساوي دي. الدنيا تمام ولا ايه؟ يعني إحنا نزلنا ب- الاثنين تحت.